السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى النهاردة هنعمل بيتزا. متهيألي يعني ايه، في ناس كتير قوي 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 بتعزها زي حالتنا يعني. وكمان هنعمل بكيلو دقيق، ممكن كمان تاكلوا فيها يومين. وهنعمل حشوات مختلفة وحشوات بسيطة يعني بدون تكاليف. هننزل بقى بكيلو دقيق، وبعد كده هننزل بحوالي معلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر صغيرة و2 باكت خميرة فورية. على فكرة خميرة فورية دريم حلوة قوي بصراحة يعني. طبعا بقى قلبنا المواد الجافة كويس، وبعد كده هننزل بكوباية زبادي. كوباية زبادي صغيرة مش كبيرة يعني. وبعد كده هنجهز حوالي كوبايتين مية دافيين. هننزل بأول كوباية وهنلم العجينة بالراحة، عشان ممكن الدقيق ما ياخدش كوبايتين المية كلهم. نزلت بنص كوباية مية الأول، عشان طبعا بنعمل حساب كوباية الزبادي. طبعا العجينة اتلمت وزي الفل، ما خدتش كوبايتين المية. يعني انت ما تنزليش بكوبايتين المية الدافين مرة واحدة، انزلي بكوباية ونص بس مع كوباية الزبادي. لميت العجينة كويس زي ما انتوا شايفين، وعايزة تكون فيها ايه، تلزيقة بسيطة كده قوي زي ما انتوا شايفين. غطيتها وسبتها ترتاح حوالي ساعة، عبال ما جهزت صلصة البيتزا والخضار وكده يعني. تمام. هنجيب كوباية كاتشب ونص كوباية معجون طماطم، عشان انا عاملة كيلو دقيق. توم بودرة وبصل بودرة وملح وفلفل وبابريكا، قلبناهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين. دوبي كويس، اوعي تكسلي. ولو عايزة تحطي كمان رشة سكر، حاجة بسيطة، او معلقة عسل ابيض، مفيش اي مشكلة. قلبتهم كويس عشان التوم البودرة يعني يدوب، والبصل البودرة والملح والفلفل والبابريكا. كنت عاملة فيديو قريب ستريبس، ما هو اللي كلنا البيتزا بعد الستريبس كان في قطعتين قطعتهم كور كده. وبعد كده حمرتهم يعني، وبقى سلامي وسوسيس وكده يعني. حشوات بسيطة يعني على قد ايدينا بصراحة. طبعا اللي عايز يحشي جمبري يعملها سي فود، طبعا بقى فليه على جمبري على كاريماري براحتكم طبعا. العجينة بقت زي الفل، رشيته زي ما انتوا شايفين كده الرخامة كده دقيق، عشان العجينة فيها تلزيقة بسيطة كده بتدي طعم جميل طبعا، وبتبقى طرية كده وجميلة بصراحة. صدقوني والله انا بتزيتي انا بالذات بخلي فيها الحشو قليل جدا، لاني بحب العجينة بتبقى حلوة قوي قوي قوي. طبعا بقى نزلت بالعجينة زي ما انتوا شايفين على الرخامة كده، وهبتدي بقى اقسمها. عملتها الاول سرة من الدنانير. هما البنات جنبي عاملين يقولوا انت عملتيها كده ليه يا ماما. طبعا بقى ايه، هقطعها. طبعا انا عملتها على 8 كيلو دقيق، عملته على 8 صواني، وعملت صينية كبيرة قوي كمان اللي هي الستريبس. قسمتها الاول، وبعد كده بقى ايه، فضلت بقى اكور وارش ايدي كده، اعفرها بدقيق عشان ما تلزقش في ايدي. وطبعا بقى بصراحة بنتي كانت جنبي عمالة تقطع الايه، فلفل الوان بقى، اخضر واصفر واحمر وبصل وفلفل حامي كمان. الزيتون بقى شرايح موجود جاهز، وايه تاني، والستريبس برضو كانت هي حمرته. وعلى فكرة كلنا فيها يومين والله. كانت يعني يعتبر بيتزا اقتصادية، يعني مش مكلفة للدرجة يعني. وكيس الجبنة الكيلو انا بستعمل جبنة الحمد، يعني كفة معايا الحمد لله يعني. طبعا بقى كورت البيتزا زي ما انتوا شايفين، قصدي العجينة معلش. وبعد كده جبت صينية بقى هدينها زيت، واروح رصة فيها الايه، قطع البيتزا اللي انا ايه قسمتها خلاص. زي ما انتوا شايفين معلقة زيت صغيرة قوي، وحطيت البيتزا وغطيتها بكيس بلاستيك، كيس تلاجة يعني. وبعد كده غطيتها ترتاح شوية. عبال ما جهزت الصواني، دهنت كل الصواني اللي انا هفرد فيها البيتزا. طبعا بقى براحتك، دي حاجة تخصك، تفردي على الرخامة بنشابة، تفرديها في الصينية براحتك. انا استسهلت كده يعني.
لان انا عملت البيتزا كتير قوي، فيعني ايدي خدت على الصينيه على الرخامه عادي يعني. لكن الاول كنت بصراحه اول ما عملتها كنت بفردها في الصينيه، ما كنتش بعرف، بس الايد التعود بيخليكي تاخدي على كل حاجه. طبعا بقى فضلت افرد كده، وقسمت كل البيتزا في الصواني تاني عشان ترتاح العجينه. اعملي الحركه دي يا ريت، قسمي البيتزا سيبيها ترتاح في الصينيه قبل مثلا ما تقطعي الخضار، وبعد كده تكوني مجهزه الصواني كلها، وتروحي ايه فرد حطها في كل صينيه، كل قطعه البيتزا تروحي حطها في الصينيه وسيبيها ترتاح. وبعد كده بقحشي بقى براحتك. وعلى فكره البيتزا بتاعت تاني يوم كانت اجمل، اللي اتحطت في التلاجة وهي نيه كانت اجمل من اول يوم كمان، وحياة ربنا كانت حلوه قوي. البيتزا كل ما بتقعد يا جماعه بتحلى والله. طبعا بقى حطيت في كل صينيه بقى معلقه معلقتين من صوص البيتزا اللي احنا عاملينه، اللي هو كاتشب ومعجون طماطم وتوم بودرة وبصل بودرة وملح وفلفل ورشة سكر او معلقة عسل ابيض ورشة بابريكا. عشان زي ما انتوا شايفين كده حاجة بسيطة يعني. انا ما عملتش صوص يعني مخصوص ليها يعني. وبعد كده نزلت بالبيتزا الاول، قصدي بالجبنة الموتزاريلا. زي الفيديو سجلته بقول على المرقة الفورية، قلت عليها خميرة فورية في الفراخ، تتبيلة الفراخ. طبعا نزلت بقى بالجبنة الموتزاريلا، وبعد كده حطيت بقى القطع الستريبس زي ما انتوا شايفين. كان عندي كام قطعة كده، هي بنتي بقى حمرتهم عملتهم كده زي الفشار يعني. وبعد كده بقى ايه هنحط بقى فلفل الوان بقى، فلفل اخضر، فلفل حامي، فلفل اصفر، فلفل احمر، زيتون، بصل. كانت بتزايد دي بصراحة كانت خطيرة بصراحة، حلوة قوي قوي يعني. وبعد كده طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 200 اول ما ابتديت احشي اول بيتزا بصراحه. وحطيت الشبكه في النص، هتسيبيها حوالي من 12 ل 15 دقيقه في النص. لو عايزاها في الرف اللي تحت، بس ابقي خلي بالك يعني. انا افضل في النص يعني عن تجارب كتير قوي، احسن تسويه للبيتزا في الرف اللي في النص. طبعا بقى ده البصل، ما كانش عندي بصل احمر، بس يعني يفضل بصل احمر، يعني البصل الاحمر جميل قوي في البيتزا. خلاص على كده. طبعا بقى عملت في كله هكذا وهكذا وهكذا. سلامي بقى، سوسيس، عايزاها جبنه بس مش هتقول لا. يعني انا عندي ابني بيحب الجبن، بس انا يعني باكله سلامي وفراخ عادي زينا يعني. اهو سبحان الله ابني ده ما بياكلش الجبن، بس ياكل البيتزا بجبنه موتزاريلا، بس معرفش ازاي. ما علينا. حطيت بقى السلامي، وبعد كده قمت حطيت معاها سوسيس، وشكلت شوية البيتزا بقى. ويعتبر بيتزا اقتصادية، خلينا صراحة يعني، احنا عارفين اقل بيتزاية بكام. وحطيت بقى الفلفل الالوان. بس اهم حاجة، في اول حاجة تعمليها بعد صوص البيتزا تروحي نازلة بالجبنة الموتزاريلا. ما تخليش الجبنة الموتزاريلا على الوش، صدقيني هتتحرق والبيتزا من تحت مش هتستوي كويس. فخليها كده. يبقى اول حاجه البيتزا، بعد كده قصدي اول حاجه العجينه، بعد كده الصلصه، بعد كده الجبنه الموتزاريلا. وخلي الحشوات هي اللي على الوش، اتفقنا. وخلي تملي الخضار يبقى هو فوق اللحمه او السلامي او الفراخ او الهوت دوج او السوسيس او كده. هنا كانت اول بيتزا استوت زي ما انتم شايفين بعد بالظبط 12 دقيقه. 12 دقيقه، والفرن كان شغال قبليها بحوالي 10 دقايق. يعني ما تدخلهاش في فرن هادي. بصوا حلوة ازاي، كانت حلوة قوي 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 واقتصادية. يعني لو انتوا 5 افراد زي حالتنا هتكفيكوا على يومين الكيلو الدقيق ده. تحشيها عادي وتخليها في رف التلاجة ولا يجرالها اي حاجة. يا رب تعجبكم البيتزا. اذا عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.